ازيكم يا حبايب المورفان، عاملين ايه؟ ازيكم يا احسن ناس في الدنيا. اهم حاجه قبل ما اتكلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان قناتك بكبوكه يا جماعه. كل جديد مع المورفان، كل جديد في جديد مع المورفان. وصلوا على النبي يا جماعه. خد الطبق بتاعك يا رفان. النهارده ايه يا مورفان؟ عامله ايه النهارده؟ عامله لهم رز بسمتي انا ورفان وكفته، لان ده الاكله المفضله بتاعه رفان اللي بتحبها. هي دي الاكله اللي بصي بتمد وتغمس وتعمل فيها الرز البسمتي والكفته. طبعا خلصت امتحانات وقررت ان انا اعمل لها الاكله، يعني خلصت امتحانات وكانت متمحطه في المذاكره، وكمان ما اعملهاش الاكله اللي هي بتحبها. كان عندي طحينه من رمضان يا جماعه، شويه صغيرين اهو، قلت احطها كمان شويه ترش بقى مخلل بقى وطماطم وخيار. وطبعا يا ماما ما بتاكلش الكلام ده، وعملت لها ميه سلطه عشان تشربها، الويسكي بتاع الحاجه. عملت لها جو مشاوي بقى وكده، ان هي بتحب الاكله دي، بس طبعا ما ينفعش نجيبها من بره. دايما انا مش هقول لكم ان انا ما بجيبش اكل من بره، لا بجيب، بس ايه، برجح الاكل بتاع جوه، وبالذات ان المورفان شيف كبير يعني. فده اكلنا النهارده يا جماعه، اكل بعد الامتحانات. ابني دلوقتي طبعا بيمتحن الكليه، فطبعا لما يجي الاكل ده بيحبه بس مش قد كده. هنبدا بقى نعمل له بقى المحاشي وكده مفاجاه الايه بعد الامتحانات، يعني ايه، اكله تلم عظمه زي ما بيقولوا. طبعا كله بيعمل الرز البسمتي وعارفين الخلطه بتاعته. يعني النت يا جماعه مش يعني النت مش ما خلاش يعني ما حرمش الناس من حاجه. طبعا الست اللي لسه قايمه من النوم يا جماعه، اللي ولادها في ابتدائي، اللي ولادها في ابتدائي وخلصوا وقايمه تقول يا رب اعمل لهم ايه. ما فيش طفل ما بياكلش الكفته والرز البسمتي، دي الاكله المفضله بتاعت الاطفال. فقومي يا ست البيت، قومي افتحي درج المطبخ وهاتي الرز البسمتي واعمليه، والكفته طبعا لحمه مفرومه، لو نزلت على السرير كده من جنبك هتجيبي لحمه مفرومه وتشتري. فاكله سهله يا جماعه والاطفال كلها بيحبوها، قررت ان انا اعملها. وبص كل واحد من ولادي خلص امتحانات هعمل له الاكل اللي هو بيحبه. فده الفيديو بتاعنا يا جماعه. قلت لكم قبل كده انا نزلت لكم فيديو السمك عشان اقول لكم السمك رخص. فالنهارده بقى رجعنا تاني الروتينات. الست اللي ولادها خلصوا امتحانات وقايمه من النوم بقى، طبعا ارتاحت من هم الاومان بدري وامتحانات وكده، وقايمه بقى من النوم خلاص بقى جسمي انتخ. فقايمه من النوم مش عارفه اعمل ايه، كلها على ام رفان. يوميات انا وجوزي رفان عارفه تعملي اكل ايه النهارده؟ اسهل اكله في مصر كفته ورز. الاكله الوحيده للستات اللي قايمه متجوزه عويله ما بتعرفش تطبخ زي حالتها اول ما اتجوزت، لكن انا دلوقتي بقيت شيف كبير. هي الاكله المفضله اللي اول حاجه بتعلموها الكفته والرز، او الكفته والمكرونه، وعيش بقى ومروقين على نفسنا بقى، حاجه كده فاخر من الاخر يا جماعه. عارفين بقى اللي انا بحب ايه؟ عشان مروح وكده فاكل. فكلتوا بقى، كلتوا اشتراكاتكم عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل بالبلد مع مورفان، كل جديد في جديد مع مورفان. يلا وخمسه مور انا اللي هقمر. هي فجأة وانا بحبكم.